السلام عليكم، أنا اسمي أحمد وأنتوا بتسمعوا بودكاست قصص ميز. Лечу, лечу, да я в тот лесок ку-ку. Лечу, лечу, да я в тот лесок ку-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 ку. Кошечка. أهلا بيكم في الحلقة التانية من الموسم الجديد من قصص ميز. هل من الممكن إن شخص يتحول من النقيض للنقيض في سرعة رهيبة؟ ويا ترى إيه الأسباب اللي ممكن تخليه يعمل كده؟ ده اللي هنحاول نعرفه في الحلقة النهاردة. اسم حلقة النهاردة هو الفتى المبتسم، ومن غير ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. أوستن هاريس اتولد في 21 ديسمبر سنة 1996 لأب وأم كانوا شغالين في مهنة طب الأسنان والصيدلة. العيلة كانت عايشة في واحد من الأحياء الراقية واللي بتضم الأغنياء في ولاية فلوريدا، وتحديدا في مدينة بالم بيتش. في سنة 2010 ولما كان أوستن عنده 13 سنة، والده ووالدته اتطلقوا بشكل مفاجئ، وبسرعة وفي خلال السنة دي كانوا انفصلوا عن بعض تماما وارتبطوا بأشخاص تانيين، وده اللي سبب صدمة لأوستن وأخته الصغيرة هيلي. ولكنهم مع مرور الوقت اتعودوا على الحالة الجديدة، وده بسبب إن أوستن وأخته ما سابوش بيتهم القديم وفضلوا عايشين فيه مع والدتهم. ووالدهم هو اللي ساب البيت بعد الطلاق وعزل في بيت كان قريب منهم في المنطقة، بحيث إن هما يقدروا يزوروه بسهولة. وبعد سنة من الطلاق أوستن دخل المرحلة الثانوية في المدرسة، وبسرعة كان من الطلاب المتفوقين. كان الطالب الأشطر في كل المواد. وفي نفس الوقت أوستن كان شخص رياضي جدا. كان طوله 1.80 متر، وكان وزنه حوالي 90 كيلو، وده اللي خلاه يلعب لعبة كرة القدم الأمريكية طول سنين دراسته الأربعة في مرحلة الثانوية. وفي السنة التانية كان بيلعب مصارعة. ولكن بالرغم من حجمه وإعجابه بالألعاب العنيفة دي، إلا إن أوستن ما كانش شخص عنيف تماما. حتى المدربين بتوعه في كرة القدم كانوا بيحاولوا إن هم يستفزوه عشان يتعامل بعنف أكتر في الماتشات. ولكن أوستن ما كانش بيحب العنف بأي شكل من الأشكال. في الحقيقة أوستن كان مهتم أكتر إن هو يساعد الناس، وده اللي خلاه في آخر سنوات دراسته في الثانوية يهتم جدا بإنه يدور على مهنة تخليه يقدر يساعد الناس على قد ما يقدر. وكان مهتم جدا بالموضوع ده لدرجة إنه لما كان بيتكلم عن مساعدة الناس كان دايما بيبقى مبتسم. وبسبب الموضوع ده والده سماه الولد المبتسم. وقبل ما يتخرج من الثانوية بفترة قصيرة جاله جواب في البريد من جامعة ولاية فلوريدا، وكان بيقوله إنه اتقبل في كلية الطب البشري. أوستن كان اختار الطب لأنه أكتر مهنة ممكن من خلالها يقدر يساعد الناس، ودي كانت واحدة من أحلامه. في الوقت ده عيلته كلها كانت سعيدة بالخبر. وفي خلال الأجازة بعد تخرجه من الثانوية كان أوستن في قمة سعادته. وبعد فترة انتهت الأجازة وعيلته ساعدته إنه يوضب شنطه كلها ويحطها في عربيتهم علشان يبدأوا الرحلة اللي مدتها 6 ساعات لمدينة تالاهاسي علشان يوصل للجامعة بتاعته. وبعد عيلته ما وصلته للمكان اللي هيسكن فيه جوه الجامعة وودعوه ومشيوا، كانوا في قمة سعادتهم. وفي نهاية سنته الأولى في الجامعة كل حاجة كانت كويسة. أوستن كان من المتفوقين على زمايله في أغلب المواد. وفي السنة دي بدأ يمارس رياضة كمال الأجسام كبديل للألعاب اللي كان بيلعبها في الثانوية. وكان عنده عدد كويس من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما عمل حساب وكان بيتكلم فيه عن رياضة كمال الأجسام، وكان بيحاول يعلم الناس الرياضة. ولكن ورا كل النجاحات اللي أوستن كان فيها دي، أوستن كان بيعاني طول الوقت ولكنه ما كانش بيقول لأي حد. وفي واحدة من اليوميات بتاعته اللي كان متعود إنه يكتبها كان بيقول إن هو حاسس إن هو مش قد زمايله وإنهم مش بيتقبلوه. وكان كاتب إنه عايز ما يبقاش شخصية خجولة وإنه مش قادر يتعامل مع زمايله بسبب الكسوف اللي عنده، وإنه محتاج يبقى طبيعي أكتر معاهم علشان يتقبلوه. وفي الحقيقة في خلال السنة دي أوستن بدأ يتعاطى المخدرات، ومن ضمن المواد اللي كان بياخدها كان بياخد دواء اسمه فايفانس، واللي كان عبارة عن دواء بيتكتب للمرضى اللي عندهم قصور الانتباه.
واللي عبارة عن منشط علشان يعالج المرض ده. أوستن بدأ ياخد أكتر من مخدر، واللي كانوا بيخلوه في حالة من اللاوعي، وكان بياخد كميات كبيرة جدا من المخدرات دي. ولما كان مفعولهم بيروح كان بيرجع لحالة الاضطراب النفسي اللي عنده. وفي نهاية السنة دي أوستن كان معرض بدرجة كبيرة لانهيار عقلي تام، وكان واضح إن هو عارف كده، لأنه في آخر شهر من السنة الدراسية كل تاريخ البحث بتاعه على الإنترنت كان عبارة عن حاجات غريبة، زي أعمل إيه لو أنا مجنون، وإزاي تعرف لو أنت مجنون، وإزاي تتعامل مع الوساوس، وإيه اللي هيحصل لو بطلت إني أنام نهائيا. وكان من الواضح إنه بدأ يتجنن. لما أوستن رجع لبيته في مدينة بالم بيتش في الأجازة بتاعت السنة دي، عيلته على طول لاحظت إن في حاجة غريبة بتحصل له، وإنه مش طبيعي. وبعد كام يوم من رجوعه، أوستن نقل سريره من أوضته وحطه في جراج البيت، وقرر إنه هينام هناك علشان لازم يحمي عيلته من الشياطين اللي موجودة في البيت. وطول الليل بدل ما ينام، أوستن كان بيفضل صاحي وبيلف في البيت كله، وكل ساعتين كان بيخبط على الأوض اللي فيها عيلته اللي كانوا بيبقوا نايمين، وكان بيقول بصوت عالي إنه بيحميهم من الشياطين اللي في البيت. العيلة كلها كانت مستغربة تماما من اللي هو بيعمله ده، وخصوصا إن أوستن عمره ما عمل حاجة زي كده قبل كده، ودي ما كانتش من طبيعته. وبالرغم من إن الموضوع واضح إن أوستن مش طبيعي، إلا إنهم ما عملوش أي حاجة. كل اللي عملوه إنهم كانوا بيقفلوا باب الأوضة بتاعتهم قبل ما يناموا عشان يمنعوا أوستن إنه يدخل الأوضة بالليل. ولكن على مدار الصيف ده، ولما كانت تصرفات أوستن بتزيد غرابة، عيلته بدأت تقتنع إنه أكيد بياخد مخدرات، وإن هي السبب في اللي هو بيعمله. وفعلا واجهوه بالكلام ده، وأوستن اعترف لهم إن فعلا هو بياخد مواد مخدرة بكميات كبيرة جدا، منها مواد للهلوسة، مواد منشطة، ومخدرات. العيلة اقتنعت إن المخدرات دي هي اللي بتخليه يتصرف بالشكل ده، ووجهوا كل طاقتهم إن هم يخلوه يبطل المواد دي. ولكن على نهاية الصيف أوستن قال إن هو بطل كل المواد المخدرة ومبقاش ياخد أي حاجة تانية. ولكن بالرغم من إنه وقف المخدرات، إلا إنه كان بيتصرف بنفس الطريقة الغريبة وكأنه مجنون. وفي نص شهر أغسطس، العيلة قررت إن هم يستخدموا قانون بيكر، واللي موجود في ولاية فلوريدا، واللي بيسمح لأهل المريض بأي حالة نفسية أو عقلية إن هم يحتجزوه في مستشفى لمدة 72 ساعة بالرغم عنه. وفي خلال الفترة دي الدكاترة بتقيم حالته وبيكتبوله على علاج لحالته. ولكن حتى قبل العيلة ما تستخدم الموضوع ده، في شيء فظيع حصل. Полетишь до кукушечка, ку-ку. Куда летишь, да ты серая, في يوم 15 أغسطس الصبح، واحد من أصحاب أوستن المقربين واللي كانوا يعرفوا بعض من تانية ابتدائي قال إن أوستن جاله البيت من غير أي ميعاد، ولا حتى قاله في التليفون إنه جايله. ولما فتح باب البيت عشان يستقبل أوستن ويشوفه عايز إيه، أوستن سأله عن السنة اللي هو اتولد فيها. صاحبه قاله باستغراب إن ده سؤال غريب، وإنه أكيد هو عارف سنة ميلاده. لكن أوستن صمم إن صاحبه يقوله على السنة اللي هو اتولد فيها. فصاحبه قاله إن السنة اللي هو اتولد فيها هي سنة 1996. وبمجرد ما أوستن سمع كده لف ومشي من غير ما يقول أي حاجة. وده اللي ساب صاحبه متفاجئ من الموقف الغريب ده. ولما دخل بيته هو مستغرب، فكر يعمل إيه، وقرر إنه لازم يكلم أوستن عشان يطمن عليه. وفعلا اتصل بيه، وأوستن رد. فصاحبه أقنعه إن هو يرجع عنده البيت تاني، وإنه يقضي بقية اليوم عنده في البيت علشان يكون مطمن عليه. وفعلا أوستن رجع لبيت صاحبه. وبعد شوية هما الاتنين خرجوا وراحوا عشان يقابلوا مجموعة من صحابهم، وقرروا إن هما كلهم يروحوا الشاطئ. وهما ماشيين، أوستن قال لهم إنه هيروح بيته عشان لازم يجيب حاجة من هناك، وإنه هيبقى يقابلهم عند البحر. المجموعة كلهم قالوا له ماشي، وإنهم هيستنوه هناك. وفعلا أوستن راح البيت، ولما رجع وقابل صحابه عند البحر كان لابس هدوم مختلفة، ولاحظوا إن هو لابس ساعتين في إيده.
وكان لابس نضارة للشمس برغم إن الدنيا بقت ليل، وده اللي كان مخليهم مستغربين من لبسه، وبدأوا يهزروا معاه على الهدوم اللي هو لابسها. أوستن اتضايق من الهزار ده وفجأة صرخ فيهم وقال لهم إن هما لو اتكلموا عليه تاني هيقتلهم. وهنا كل أصحابه حسوا بجدية الموقف وبطلوا الهزار ده. وفجأة ولما كان أوستن بيتكلم مع واحد منهم، وقف في نص الكلام وقال لهم إنه لازم يقول لهم على حاجة، وقال لهم إن هو نص بني آدم ونص حصان، وإنه مش بشري بدرجة كاملة. الشخص اللي أوستن قاله الكلام ده قاله إن هو محتاج يتعالج وإنه مش كويس من ساعة ما رجع من الجامعة، وإنه من الواضح إن هو لازم يروح لدكتور عشان يكشف عليه. أوستن لما سمع الكلام ده كان هادي ووافق، وقاله إنه فعلا محتاج علاج. المجموعة كلها فضلت قاعدة على الشاطئ، وبعد شوية قرروا إن هم هيمشوا، وأوستن وصاحبه مشيوا، وكانوا رايحين لمطعم المفروض هيقابلوا فيه والد أوستن وأخته على الغدا. وهما ماشيين للمطعم فجأة أوستن جري على الطريق ووقف في النص وكان عايز يخلي عربية تخبطه، فبسرعة صاحبه راح شده من الطريق وبعده، وفضل ماشي معاه لحد المطعم. ولما وصلوا المطعم أوستن كان بقى طبيعي، وهناك قابلوا والد أوستن وأخته، ودخلوا المطعم. وكانت الساعة حوالي 7:30، وراحوا قعدوا على ترابيزة في آخر المطعم. المطعم ده كان فيه كاميرات مراقبة واللي سجلت اللي حصل. بعد المجموعة ما قعدوا بحوالي 3 دقايق، أوستن قام من على الترابيزة وعمل نفسه رايح للحمام، ولكنه فجأة خرج من المطعم، وما كانش واضح في التسجيل إن عيلته لاحظوا اللي حصل. وبعد حوالي دقيقة أوستن دخل المطعم تاني وبعد كده رجع للترابيزة. وبعد 10 دقايق من رجوعه أوستن قام تاني، ولكنه المرة دي ما مثلش إن هو رايح الحمام، وخرج على طول من باب المطعم واختفى. وبعد دقايق من اللي حصل ده، والدة أوستن واللي ما كانتش في المطعم معاهم وكانت في البيت واللي كان قريب من المطعم، سمعت صوت حد دخل من باب البيت. ولما راحت عشان تشوف مين، لقت أوستن واقف في المطبخ وماسك إزازة زيت وبيشربها، وكان في جبنة مبشورة مرمية في كل مكان في المطبخ. أوستن كان ماسك إزازة الزيت وبيحاول يشرب على قد ما يقدر، وكان مغرق هدومه والأرض. فوالدته جريت بسرعة عليه وشالت الإزازة من إيده، وبعد كده طلعته فوق وقالت له يغير هدومه، وبعد كده خدته ووصلته للمطعم بعربيتها، وفضلت بص عليه من العربية لحد ما شافته دخل المطعم، وبعد كده مشيت. وفعلا بعد حوالي نص ساعة من ساعة آخر مرة أوستن خرج فيها من المطعم، كاميرا المراقبة سجلت أوستن وهو داخل من الباب ولابس هدوم جديدة، ومشي لحد الترابيزة اللي فيها والده وأخته وقعد معاهم وكأن حاجة ما حصلتش. في الأول كلهم كانوا شاكين لما شافوه، ولكن كان من الواضح إن والده قال حاجة بعصبية، وبعد كده اتضح إن هو قال له إيه المشكلة معاك وليه بتعمل كده وهو متعصب. فجأة وبدون أي مقدمات أوستن قام وهجم على والده وزقه، وبعد كده خرج من المطعم بسرعة. صاحبه اللي كان معاهم قام وراه عشان يلحقه، ولكن لما طلع برا المطعم أوستن كان اختفى. فصاحبه رجع تاني للترابيزة وقال لهم إنه ما يعرفش هو راح فين، وده اللي خلى والده وأخته يتصلوا بالشرطة ويبلغوا إن أوستن مفقود، لأنهم كانوا عارفين إنه أكيد هيأذي نفسه أو هيأذي أي حد، لأنه مش على طبيعته. وعلى بعد حوالي 7 كيلومتر من المطعم، ميشيل ميشكن واللي كان عندها 53 سنة كانت قاعدة في الجراج بتاعها وبتتفرج على التلفزيون. وفي الطبيعي جوزها كان بيبقى قاعد معاها، وكان اسمه جون ستيفنز وكان عنده 59 سنة. لكن في المرة دي جون كان بره البيت مع الكلب، وميشيل كانت لوحدها في الجراج. جون وميشيل كانوا متجوزين من 20 سنة وعندهم 3 أطفال، وكانوا في قمة سعادتهم، والجراج ده كان مكانهم المفضل، وكانوا بيحبوا يسيبوا بابه مفتوح وهم جوه علشان لو حد من الجيران عدى يسلموا عليه، وكانوا متحمسين لحياتهم الجديدة بعد التقاعد. جار جون وميشيل واللي كان ساكن في الناحية التانية من الشارع كان راجل في منتصف العمر واسمه جيف فيشر. جيف كان عارفهم كويس لأنهم كانوا دايما بيخلوا الكلاب بتاعتهم عنده لما بيخرجوا. وفي الليلة دي تحديدا جيف كان في بيته وكان داخل عشان ينام بدري، وكان نايم على سريره لما فجأة بدأ يسمع أصوات غريبة جاية من ناحية البيت بتاع جون وميشيل.
جيف قام عشان يعرف ايه اللي بيحصل بره، وفجأة سمع صوت واحدة ست بتصرخ. الصوت كان جاي من بيت ميشيل، وده اللي خلى جيف يقوم بسرعة وينزل ويخرج من بيته عشان يشوف ايه اللي بيحصل. ولما بص ناحية بيت ميشيل شاف شاب عمال يخبط على العربية بتاعت جون وميشيل واللي كانت مركونة قدام البيت. وفجأة الشاب ده بدأ يتحرك ناحية الجراج المفتوح، وميشيل كانت واقفة قدامه. الشاب ده كان هو أوستن. جيف ما كانش عارف ايه اللي بيحصل، كل اللي سمعه كان صريخ ميشيل، فقرر انه هيعدي الشارع علشان يشوف ايه اللي بيحصل. ولكن حتى قبل جيف ما يحاول يعدي الشارع شاف أوستن وهو بيرمي ميشيل على الأرض وعمال بيضربها. جيف بسرعة جري عليهم، وفجأة أوستن لف وبصله وصرخ فيه وقال له ملوش دعوة باللي بيحصل. جيف كان راجل ضخم وعارف انه لو ما عملش حاجة لأوستن أكيد هيقتل ميشيل بالشكل ده، وما كانش عارف فين جون، فهجم على أوستن. أوستن لف وضربه على راسه، ولكن جيف ما وقعش، ومسك أوستن ورماه على الأرض بكل قوته ووقع على وشه. أوستن قام بسرعة تاني، وفجأة جيف بدأ يحس بألم جامد في وشه ورقبته، ولما بص لقى إنه غرقان دم، واتضح إن أوستن كان ماسك سكينة، وإنه لما ضربه على راسه عوره بالسكينة دي في رقبته. جيف كان خايف إن الإصابة دي تكون مميتة، وشاف أوستن قام تاني وفي إيده السكينة، فقرر إنه لازم يهرب ويكلم الشرطة بسرعة. وفعلا جري على الجراج بتاع ميشيل ودخل البيت، وبعد كده طلع من الناحية التانية وجري على بيته بسرعة، ودخل بيته وقفل الباب وكلم الشرطة بسرعة. وبعد المكالمة ولما اتأكد إن الشرطة في الطريق، كل اللي كان بيفكر فيه إن أوستن لو مسابش ميشيل فأكيد هيقتلها. ولكن كل اللي كان سامعه هو صوت أوستن في الناحية التانية من الشارع وهو عمال يصدر أصوات حيوانات، وفي نفس الوقت ده صريخ في كل مكان، وما كانش عارف ده صوت مين اللي بيصرخ. وبعد دقايق الشرطة وصلت. الدورية اللي جت كان فيها شرطيين، وكان اسمهم دان وكريستين. دان كان سايق، ولما وصل ركن قدام البيت، وكريستين نزلت بسرعة وماسكة المسدس بتاعها. وبعد كده دان نزل هو كمان واتحركوا ناحية البيت. ولما وصلوا عند الجراج لقوا نهر من الدم في الأرض. هما الاتنين مشيوا لحد ما شافوا حاجة غريبة. شافوا راجل مرمي على الأرض وغرقان في الدم ومش بيتحرك، وكان بيقولهم بصوت واطي ساعدوني. الراجل على الأرض ده كان جون ستيفنز جوز ميشيل، وأوستن كان فوقيه وموطي عليه وكان حاطط إيده على رقبته، وما كانش واضح هو بيعمل إيه لجون. كريستين قررت إنها تضربه بالنار، لكن ما كانش فيه فرصة لأنها لو ضربته جون ممكن هو كمان يتصاب. دان قال لها إنه هيستخدم الصاعق بتاعه علشان يفصلهم عن بعض، وفعلا طلع الصاعق، ولكن قبل ما يضربه لاحظ اللي أوستن كان بيعمله في جون وهو موطي عليه. أوستن كان حاطط إيده في بق جون وعمال يشد في خده، وكان بيعضه وبيقطع أجزاء من وشه وبياكلها. دان لاحظ الجروح الرهيبة اللي في وش جون، ولاحظ إن أوستن كان بياكل لحمه. دان صعق أوستن، ولكن أوستن ما تأثرش نهائيا، والصاعق ما عملوش أي حاجة، وفضل برضه عمال يقطع في وش جون. أوستن ما كانش مهتم تماما بالشرطة ولا كأنهم موجودين، وكان كل همه إنه يفضل يعض في وش جون وياكله. دان لف الناحية التانية من أوستن وجه قدام وشه وضربه برجله علشان يبعده عن جون، وده فعلا خلاه يبعد عن وش جون ويقع لورا. ولكنه مجرد ما وقع قام بسرعة تاني ونط على جون وكمل اللي كان بيعمله، وما كانش عايز يسيبه نهائيا. دان ضربه للمرة التانية برجله في وشه، وبرضه أوستن اترمى لورا، ولكنه مجرد ما وقع اتعدل تاني وهجم على جون. دان فضل يكرر الموضوع كذا مرة علشان يبعده عن جون، ولكنه معرفش. في الوقت ده وصلت دورية تاني للشرطة واللي كان معاهم كلب بوليسي. الضابط لما شاف الموضوع كده طلع الكلب وخلاه يهجم على أوستن. الكلب جري بسرعة وعض إيد أوستن اليمين وفضل قافل بقه على إيده، وبرغم من كل محاولات الكلب في شد إيده إلا إن أوستن فضل يشد إيده بقوة أكبر من بق الكلب، وده اللي عمل جروح رهيبة في إيد أوستن. وبرضه رجع هجم تاني على جون. الكلب هجم عليه مرة تانية وعضه في نفس الإيد وفضل يشده، وبرضه أوستن شد إيده بكل قوته من بق الكلب
وده اللي خلى إيده تتقطع، وهجم تاني على جون، وللمرة التالتة كلب عضه في إيده وشده. في الوقت ده دان ضرب أوستن بسرعة برجله في وشه، وده اللي خلى أوستن أخيرا يبعد عن جون ويقع على ظهره. وبمجرد ما أوستن وقع، دان نط عليه بجسمه كله عشان يثبته في مكانه، وبسرعة طلع الكلبشات وربط واحدة من دراعات أوستن وشده بعيد عن جون. ولما دان حاول يحط الكلبشات في الإيد التانية، أوستن بدأ يصرخ ويقاوم ويقول لدان اقتلني، أنا باكل لحوم بشرية، اقتلني. وكان عمال يصرخ. دان كان متفاجئ من الوضع كله، وكان عمال يحاول يحط إيده في الكلبشات، وأوستن عمال يصرخ ويقول اقتلوني. وهنا بقية الضباط اتدخلوا، والموضوع خد 3 أفراد من الشرطة علشان يقدروا يسيطروا على أوستن. ولما تم السيطرة على أوستن، بقية الضباط راحوا علشان يشوفوا جون وميشيل. ميشيل كانت ميتة في الجراج، وجون برضه مات من جروحه. الكلب بتاعهم هو الوحيد اللي نجا من الحادثة دي، جيف فيشر، واللي كان جار ميشيل وجون واللي حاول يتدخل في الأول، نجا من الجروح بتاعته. ولما أوستن كان متكلبش وكانوا قاعدين على رصيف، فجأة أغمى عليه وودوه المستشفى بسرعة، واللي هناك حددوا إن هو شرب مواد كيميائية سامة، واللي غالبا كانت موجودة في الجراج بتاع ميشيل، وده اللي عمل له فشل في الأعضاء. بعد كده أوستن دخل في غيبوبة لمدة 11 يوم بسبب المواد السامة اللي شربها، ولكن بعد 11 يوم فاق وتم علاجه. نظرية الشرطة إن هو كان واخد مخدرات في خلال الحادثة، وده اللي خلاه يتصرف بالطريقة دي. ولكن لما تحليل الدم بتاعه وصل، باين إن كان فيه كمية صغيرة جدا جدا من المخدرات، واللي مش من الممكن تكون هي اللي خلته يعمل كده. وعلشان كده اتوصلوا إنه في وقت الحادثة دي أوستن كان في كامل قواه العقلية. ولما الشرطة حققت معاه وسألته عن دفعه للجريمة، في الأول قالوا إنه مش فاكر ومش عارف، ولكن بعد فترة من التحقيقات قال قصة مفيش بني آدم عاقل ممكن يقولها. Куда летишь, да кукушечка, ку-ку? أوستن قال إنه بعد ما خرج من المطعم في المرة الأخيرة بعد ما اتخانق مع والده، قال إن هو شاف كائن ليه ظل أسود ووش أبيض، فبدأ يجري بعيد عن الكائن ده علشان يهرب منه. وهنا وصل عند الجراج بتاع جون وميشيل، ولما وصل لهناك شاف الجراج منور، ففكر إنه يدخل ويطلب المساعدة عشان يهرب من الكائن ده. فدخل الجراج ولقى ميشيل جوه. أوستن حاول يخليها تساعده، ولكن كان أسلوبه وشكله عامل زي المجنون، وده اللي خلى ميشيل تصرخ لما شافته. وهنا أوستن قال إنه لما ميشيل صرخت هو افتكر إنها ساحرة وعايزة تأذيه، فطلع السكينة اللي كانت معاه وهجم عليها. ولما وقعت قال إن هو شرب إزازة كانت مرمية في الجراج، واللي اتضح بعد كده إن هي مواد كيميائية عشان تقتل الأعشاب الضارة في الجنينة. وبعد ما شرب الإزازة دي لف وكان باصص على الشارع، وقالوا إنه شاف كائن غريب واقف وكان معاه كلب، وقالوا إنه بعد كده مش فاكر أي حاجة ولا إيه اللي حصل. الشرطة قالت إن الكائن اللي هو بيتكلم عليه هو كان غالبا جون لما رجع وكان معاه الكلب بتاعه، ولكننا ما نعرفش الحقيقة لأن كل الكلام اللي أوستن قاله مش طبيعي. ولما الكلام بتاعه انتشر وإنه مش فاكر هو عمل إيه لجون، ناس كتير ما كانتش مصدقة، وقالوا إنه غالبا بيقول كده علشان يثبت إن هو مجنون وما يتحاكمش. لكن واحد من أشهر الأطباء النفسيين واللي اسمه فيليب بريزنيك، واللي اتعامل مع حالات كتير مشابهة لأوستن، عمل كشف دقيق عليه. وبعد الكشف عليه قال إن أوستن فضل يعض جون برغم من إن الشرطة كانت موجهة مسدساتهم ناحيته، وكان من الممكن إن هم يقتلوه، وإنه فضل يعمل كده حتى بعد ما دان ضربه أكتر من مرة، وحتى بعد ما الكلب عضه أكتر من مرة، وده دليل على إنه ما كانش في وعيه. عيلة جون وميشيل بيطالبوا بالإعدام، ولحد دلوقتي أوستن لسه في السجن مستني الحكم عليه.
وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة، ولو عجبتكم ما تنساش تعملوا فولو وتقيموا البودكاست اللي هتلاقوه على جوجل بودكاست، أبل بودكاست، سبوتيفاي، وأي مكان تاني بتسمعوا فيه بودكاست. أشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله. سلام.